لو انت لسه ما جربتهاش يبقى فاتك كتير قوي. فاتك طعم وريحة وحلاوة ما توصفتش. ايه هي بقى؟ المبكبكة. المكرونة المبكبكة باللحمة بالفراخ، بأي حاجة انت عايزاها اعمليها بيها. انا عملتها لكم بقى النهاردة بشكل مختلف خالص، بس الطعم فوق الروعة. طعمها حلو جدا، والشتا بقى بيحب الحاجات السخنة كده الجميلة والطعم الروعة. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. عملتها لكم بقى باللحمة كده قطعة جميلة، حتة حلوة كده، وما شاء الله بالمكرونة القلم. طعمها فوق الروعة. جربيها ومش هتندمي، بس اعمليها على طريقتي دي. شايفين اللحمة دايبة دوب فيها، وطعم المكرونة مختلف خالص عن اللي انت بتعمليها عادية بالصلصة، او اللي انت بتحمريها مختلفة. طبعا المكرونة اللي انت عايزاها، حتى لو بمكرونة سباكيتي هتبقى زي العسل. تعالوا كده نسمي بالله ونخش نشوف عملناها ازاي. لو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تصلي على النبي وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، ولايك جميل وكومنت حلو تعرفيني حبيبة قلبي انت منين. اول حاجة كده بسم الله الرحمن الرحيم. سخنا الحلة بتاعتنا، نشفناها خالص من المية، غسلنا اللحمة ورحنا منزلينها عليها. اعمليها بنفس الخطوات ديت. كل حاجة هكتبها لك في برضه في صندوق الوصف، وانواع التوابل وكل حاجة اللي تحطيها عليها. خشي كده صندوق الوصف، خدي لمحة كده عنه جميلة، وعن فيديوهاتي ان شاء الله بإذن الله هتستفادي كتير حبيبة قلبي. هنبتدي ندي اللحمة كده تشويحة على الناشف من غير اي حاجة. انشف المية اللي فيها زي ما انتوا شايفين. حابة تقطعيها قطع صغيرة، دي حاجة بتاعتك انتي. انا حبيت اللي انا اعملها بشكل مختلف من المكرونة ومن برضو اللحمة. انا لما شفتها كانت اللحمة قطع صغيرة، لا انتي اعمليها كده بقى تحفة تحفة. الكلام كتير مش هيبقى زي الطعم والريحة والروعة اللي انتي هتعمليها ان شاء الله بإذن الله، وتبقى احلى من ايديكي. بعد ما نشفت اللحمة بتاعتي هبتدي انزل عليها بمعلقة سمنة. معلقة سمنة، شوية زيت كمان مع معلقة السمنة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هبتدي بقى أقلب في اللحمة كده بمعلقة السمنة وشوية الزيت لحد ما اديها لون حلو. لازم تديها لون كده متحمر. شايفين؟ ادي اللون اللي انا عايزاه. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده اللهم صل على حضرة النبي. هبتدي بقى انزل عليها بايه؟ انزل عليها ببصلتين حلوين كده كبار، فلفل الوان او فلفل اخضر المتاح عندك، وفص واحد بس من الثوم. خلي بالك من الخطوات دي، هتطلع معاكي نتيجة حلوة. يعني ما تستبعديش حاجة او ما تضيفيش حاجة، خليكي زي ما انا عاملاها كده بالظبط. هبتدي بقى اقلب فيها البصل بالثوم بالفلفل. مش هنزل بالملح دلوقتي خالص. ممكن تحطي شوية فلفل اسمر، سنة كمون، شوية كزبرة، 7 بهارات. الملح مستبعد دلوقتي خالص. اهو بنزل معاكم اهوت بالتوابل، وانا كده بجهز مية بسخنها. بسخن مية هضيفها عليها برضو واسيبها تاخد مع بعض غلوتين 3 بقلب المية لحد ما اطمن ان اللحمة استوت، لكن ما وصلتش لدرجة ان هي يعني تبقى مستوية قوي. خلاص كده يعني تمام، اللحمة معايا كده تمام، يا دوبك سوى المكرونة هتبقى دايبة معايا. يا رب انصر اهل غزة وانصر اخواتنا في فلسطين،
انصرهم نصرا مبينا يتعجب له أهل السماء وأهل الأرض. اللهم آمين يا رب العالمين. هبتدي أقلب كده فيها. عندك ورقة لورا، تحطي برضو ورقة اللورا. هنزل عليها بالمية السخنة، لازم تبقى المية سخنة. سوى اللحمة بتاعتك بقى كبيرة لحمة صغيرة، يعني هتاخد سوا أو مش هتاخد سوا، المية السخنة بتسرع في عملية السوا، وتخلي لك قطعة اللحمة زي ما هي، يعني ما تبرمش ما تكشش. هبتدي بقى اسيبها بقى تاخد كده غلوتين تلاتة في قلب المية دي، لما احس ان سواها بقى تمام. كده وصلنا للمرحلة دي، شربت المية بتاعتها، حسيت ان هي كده بقت تمام. هنزل عليها بقى بشفشق من الطماطم حسب الكمية اللي انت هتعمليها. هتعملي كيلو مكرونة، هتعملي كيلو ونص، هتعملي نص كيلو، حسب الكمية بتاعتك. نزلت عليها كده زي ما انتوا شايفين بالقوطة، ضربها في الخلاط، او بزودتها كمان شوية مية مكان الطماطم في الشفشق بتاع الخلاط، وهسيبها برضو كده تغلي شوية. في المرحلة دي بقى ابتدي اظبط الحد. انا كده خلاص لحمتي بقت تمام، هبتدي اظبط الحدق بتاعها. احط لها بقى الملح، حابة ازود اي حاجة تانية انتي بتحبيها براحتك. انا حطيت لها ملح مبهر. ايه هو الملح المبهر؟ ملح، فلفل اسمر، كمون، كزبر. بسم الله ما شاء الله،